بعد فوز منتخب مصر على موريتانيا بنتيجه 1-0 بهدف لابراهيم عادل. كابتن حسام حسن بيحقق الفوز الرابع للمنتخب في المجموعات لتصفيات افريقيا عشان يحسم تاهل منتخبنا بشكل رسمي افريقيا. كابتن حسام حسن اللي تعرض واللي بيتعرض لانتقادات كتير جدا، سواء كسب او خسر او حتى تعادل، من اول ما دخل البطوله الوديه اللي اتعملت في العاصمه الاداريه الجديده والملعب الجديد ولعب فيها كرواتيا، لحد قبل ماتش موريتانيا بتاع العوده ما قالوا له انت ازاي بتلعب ما بتلعبش صلاح وانت عندك خيار وفقوس والكلام ده كله. لا، وكمان قارنوه بالراي بتاعه اللي قاله ساعه لما محمد صلاح اتصاب في افريقيا اللي فاتت وساب المعسكر ومشى، وهو طالع قال لا انا هقعده مش هقعده. فتقارن الموقف ده بالموقف بتاعه قبل ماتش موريتانيا، وهو بنفسه طلع بعد الماتش ووضح قال ان الملعب عنده مشاكل بالنسبه لصلاح، وقال ان هو ممكن بسبب ان النجيل صناعي ممكن يتسبب في اعاده الاصابه عند محمد صلاح. هو بالتاكيد من اللعيبه المهمه اللي موجوده في العالم كله مش في المنتخب بس، فالراجل شايف